وعشت إمام مسجد ومؤلف كتب. قرأت أكثر من 5,000 كتاب خلال 40 سنة الأخيرة من شتى صنوف المعرفة، من الفلسفة والتاريخ والأديان إلى السياسة والأحزاب والتجمعات، وإلى ما يتعلق بعلم النفس والإدارة والمجتمعات وتغيير المجتمعات والثورات وتراجم الرجال وهكذا. وألفت أكثر من 70 كتابا. ومن الغريب إنني كتبت كتابا فقهيا من 14 مجلدا. المجلدات الأولى بطبيعة الحال حول الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا يساوي تقريبا 6 مجلدات. المخابرات النرويجية أخذت مسوداتها من السجون، وإلى اليوم لديهم منذ 6 سنوات هذه الكتب التي على العبادات. مع العلم أوجلان كتب كتابه وأخرجه وطبع وترجم ونشر في العالم، ومانديلا كتب كتبا داخل سجنه وأخرج الكتاب رسميا وطبع ونشر قبل أن يخرج هو من السجن. ومن الغريب أنهم ينتقدون نظامي تركيا وجنوب أفريقيا على اضطهاد الإنسان، وها هم يضطهدون وها هم لا يرجعون إلى المسودات، أو على الأقل كوبي المسودات، الاستنساخ، وهي كما قلت على هذه العبادات. وكتب أخرى أيضا كتبتها على العلم، لديهم أكثر من ربما 1200 1300 صفحة. ثم اختلاق